ناخد هدى الاول. قولي يا هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يسترك. انا كنت تلميذه عند حضرتك في مدرسه، وانا فرحانه بكلم حضرتك لانك حضرتك قدوه. ده شرف ليا. وفي الحلميه، مدرسه في الحلميه طبعا طبعا ثانويه تاريخي. انا حتى يمكن ما خدتش عند حضرتك محاضره، لكن انا اعتبرتك من على بعد، كنت بشوف حضرتك فخوره بيك واعتبرتك قدوه. الله يسترك. والقدوه بيبقى بعد ربنا يعني رساله في الارض. فانا دلوقتي عايزه حضرتك تدعي لي على المحنه اللي انا فيها. ربنا يفرجها عنك يا هدى بحق جاه النبي حبيبتي. تستحملني في اللي انا هقوله. انا دلوقتي انا كنت متجوزه واحد وما حصلش نصيب واتطلقت بعد ما خلفت عيل. ايوه. وكانت حياتي صعبه قبل الجواز مع اب واخ على 5 بنات، فالاخ كان بيضرب. والحمد لله احنا كنا متماسكين انا واخواتي، في منه اللي ما اتجوزش، وانا قلت لا اتجوز راجل يخلي باله مني. فشلت في الجوازه الاولانيه. بعد كده قابلت دكتور محترم، اتجوزت بعد ما عرفت بيه باسبوع وسكنت في بيت اهلي، ودخل لي دخله كبيره وقال لي هربي لك ابنك. بعد الجواز مسك ابني رماه من الشقه اللي انا كنت عايشه فيها انا وابني في وسط اهلي، وحكم علينا كلنا ما نشوفوش. وبعد كده بصيت لقيته معامله وحشه وقعد يعاقبني بيقول لي انت كنت متجوزه قبليه وكنت بتعملي ايه مع جوزك، وبيضربني وما رضاش اقول لاهلي لا يشمتوا فيا وارجع للعيشه الاولانيه تاني. بعد كده حكم عليا ما اشوفش ابني خالص ولا اسمع صوته، وقت من المعامله الطيبه وهيعرف لا ست كويسه ومحترمه هيوافق ان انا اشوف ابني بعد كده. بقيت اقف جنبه، اهله ناس اغنياء مش راضيين يقفوا جنبه وما كانوش راضيين على الجوازه. فضلت اعمل عياده ونعمل مركز طبي، بقى يهني في المركز، كنت بمسح له الارض واقطع له التذاكر بنفسي. وبعد كده لقيته بيهني ويمشيني وبيعمل حاجات مش كويسه جوه العياده. سكنك فين يا هدى؟ دلوقتي حاليا سكني في اكتوبر. اكتوبر. وانت اصلا مطريه ولا عين شمس ولا زيتون؟ بالمطريه طبعا. وانا اصلا من القليوبيه يعني. بس لا انا بسال على اعتبار انك قلت لي انك كنت في الحلميه، فانا عارف تلامذتي كويس. انا ساكنه. كل اللي كانوا في الحلميه من النعاميه من عين شمس يا المطريه من الزيتون يا حبيبتي، جنب انصاف سري. بعد انصاف سري من سليم الاول كانوا بيروحوا انصاف سري، لكن كل بناتي كانوا ما بين النعام وجسر السويس والمطريه، فانا عارفهم بالشبر وعارف اماكنهم وسكنهم وعارف اخلاقهم كمان، وعارف السنه اللي انا كنت فيها قبل ما اروح للجامعه. وبرحم كل يوم على يوسف صبري ابو طالب اللي وداني انا حلميه الزيتون علشان اقول محاضره دينيه كل يوم الصبح في الطابور. لو انت فاكره يا هدى. ايوه يا دكتور. كنت كل يوم اديكوا نص ساعه في العقيده علشان الحادثه اللي انت عارفاها. ايوه بقى عارفاها بتاعت المدرس. اتفضلي. دلوقتي حضرتك انا كمان انا في المطريه كنت ساكنه جنب الشيخ الله يرحمه عبد الله المصير يعني. ايوه دكتور محمد المصير. انا جارته. ايوه يا حبيبتي الله يرحمه يا رب. ايوه. دلوقتي انا خدني في اكتوبر، كل شويه سكنني في حته معزوله عن المجتمع بولادي، مخلفه منهم 3 اولاد 1.5 سنة و4 سنين و5 سنين. والواد الاولاني ابتديتي تشوفيه يا هدى؟ خالص لغايه دلوقتي لو لقاني سرحانه فيه بيلطشني بالقلم على وشي لو سرحت فيه كده بس يعني. ما تقوليلوش ان انا سرحانه فيه يا هدى. بيحلفني على المصحف. هي حاله غيره سودة، لان هو بيحبك بس ماشي في طريق زفت شويه. شوف حضرتك ما يعرفش يحب. ياما ناس فينا بتحب لكن ما تعرفش الحب ده معناه ايه. لكن هي غيره سودة وصلت الى درجه ان هو بيتخيل يا حبيبتي وشور، واكيد قال لك الكلمه دي، بيتخيل ان ابنك من الراجل اللي قبله نسخه زي الشاه بتاعه الاستنساخ من ابوه، وانك ما بتفكريش في ابنك ولكن بتفكري في ابوه. طب حضرتك دلوقتي راح مقعدني من شغلي وعزلني عن اهلي واهله، ممنوع اشوف اهلي ولا اصحابي، ممنوع اتكلم في التليفونات، لو لقيت تليفوني مشغول بيعذبني. عازلني في حته ماليش جيران، وبعدين بيروح سايبنا وماشي، قاعد بره في شغله بالشهر 2 3 شهور، وبعدين بيجي لي بيأذي في المستشفيات، بيعمل زنا وسرقه وبيعمل بلاوي، ولو عرفت بيعذبني بيقول لي يا الله لا تقول لحد هرش عليك ميه نار، انا اهلي في الحكومه احنا ناس اغنياء، وبعدين مقعدني على البلاط. ممنوع يجيب لي عفش، عمال يصرف فلوسه في زرع وعمال ويتداين، وكل شويه يتداين يقفوا لي على الباب وهو مش موجود وما رضاش يكلمهم. يعني بتصرف تصرفات. ولادي سمات توحد 4 سنين، الولد مش راضي يعالجه.
والبنت عندها ثقب قلب مش متابعها سنه ونص، والبنت اللي في المدرسه في كيجي مش عارفه اروحها، لو في مشكله مش عارفه اروح اشوفها. انت جايبه منه 3 بنات يا هدى؟ بنتين وولد. بنتين وولد، وبيهملهم بالشهر ولا يسال ولا مصروف ولا 10 ايام اسبوع بمزاجه بيجي. وعزيلكوا عن الدنيا ولا ما فيش جيران ليه؟ بغير يعني؟ الشقه اللي حاططنا فيها زي التربه، شبابيك ازاز في اول بلكونه ما فيهاش حديد، يعني مش امان، بخاف بالليل بفضل اعيط له مش سائل. هو اتجوز ولا حاجه؟ لا بس بيقول لي انا تبع الديانه اللي بتحلل الزنا. الايه؟ كده انا تبع الديانه اللي بتحلل الزنا، مش راضي مش تبع الايه؟ تبع الايه؟ الديانه اللي بتحلل الزنا. تبع الديانه؟ مفيش ديانه بتحلل الزنا. انا علماني. انا بكره يقول لي علماني، وعلماني مش ديانه. هي علماني مع الاسف مش مفهومه. ممنوع لان علماني نسبه الى العلم اساسا، احنا فهمناها على انها قله ادب. انا صيام ما بنصومش رمضان، ما فيش صيام رمضان، عليا شهور كتير مش عارفين نصومها. الصلاه بيتريق علينا. الحجاب يبقى دي حاجه تانية بقى. بيتعب في شرفي قدام الناس ويقول لهم انا اما يضربني واستغيث بالناس يقول لهم اصل انا ظبطتها مع سباك، ظبطتها مع مكواجي. ده مريض بقى. طيب انا اعمل ايه؟ لا تعملي ايه؟ تاخدي ال3 زي الشطره وتروحي. لو كان كلامك شور يا هدى، وانت عارفه انا بعامل بناتي ازاي، ما بشكش في اي واحده والله العظيم 3 ولا كدبها ابدا. حضرتك اهلي ما لكن اعيش مع واحد بيسخر من ديني وبالشهر علشان يجيني زياره، يا بابا ربنا حل المشكله ليكي وللدنيا كلها والله. بس احنا مش عاجبنا دين ربنا يا هدى، ولازم نعترف. قال ربنا فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ده لا يمكن تحت اي بند من البنود يبقى امساك بمعروف. ان شاء الله يا رب يكون فيه 30 عيل تختفي دمعتك وتستردين. خلاص يا هدى انا بشكرك، وتستردين عافيتك وتفوقي وتعرفي تربي اولادك. وهو طلق بالمعروف، طلق ما طلقش، في محاكم بتقول، وهو كان الله في عونه بقى، يزني ما يزنيش، الله يتوب عليه وعلى كل الناس اللي هي راكبه متن الحياه والاسباب والهجس والكلام الفارغ. بقوا كتار على فكره اليومين دول. مين ما تخرش الميه، يعني ما علمش سكه غير الوسوسه ورا الودن دي كده. ادي الوسوسه اسمها صوت الذهب الخفي، دي الوسوسه. انما يسكن جواك لا. طب يا مولانا، وان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق، كنايه يا روح امك. ما احنا عندنا العربي يا حقيقه يا مجاز. عمرك ما شفت واحده في المسلسلات اللي انت بتحبها بتقول له انت بقيت في دم عاشور، بقى في دمها عاشور بالجزمه والشبشب؟ يعني معناها ما اقدرش استغنى عنك. لكن لا دخل دمها ولا جري جواه. والهبل وحش. اذا كان الهبل وحش الكفر اوحش. الشيطان لا يلبسك ولا له دعوه بيك، ولا يقدر يعمل لك حاجه، ولا يسرق فلوسك، ولا يولع البيت. ما يقدرش يمسك كبريت، ما يقدرش يفتح حله متغطيه. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اللي قال كده، قال ان الشيطان لا يفتح غلق. غطى الحله. الشيطان ما يشيلش غطا، ما يقدرش يغطي. يعني انت لو قلت لابنك اللي عنده 3 سنين ارجوك افتح الحله يا حبيبي هيفتحها. الشيطان ما يقدرش. ربنا ما مكنوش من كده. ثم جاء مبروك عطيه في اخر الزمن وقال لا يفتح غلقا من الاواني ولا يفتح غلقا من الصدور. طول ما صدرك كاتم على سرك الشيطان ما يقدرش يطلعه، ما يقدرش يكشفه، ما يقدرش يفضحك. الشيطان ما يعرفش يعرف اللي جواك ما دمت انت مش بتبعبعي يا بيضه. انما تنشر السر يجي لك بقى يوسوس لك ان امك هي اللي زعيته، مع انك انت ما قلتش لامك. انت قلت للانتيم انتيمك. هو يقول لك امك اللي زعيته عشان تموت امك وتخش النار من اوسع الابواب. تصور فعول. ارجوك ارجوك ركز في دينك، اسمع الموعظه الحسنه، اعدل الميله عشان كتير قوي. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. لا بقى واحد يقول لك ايه بس برضه
لا اله الا الله. والتاني يقول لك ايه؟ بيوضع سره في اضعف خلقه. ما فيش، ربنا ما بيحبش الضعيف، عشان تكون متاكد ما بيقبلوش. قال وليجدوا فيكم غلظه. قال علمه شديد القوى. قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. الضعف ده مش عندنا الا ضعف واحد عيان مش قادر فمعذور، فقال له صلي وانت قاعد، وعمل له رخص، مش عمل له حب. يوضع سره. سر مين؟ وهل في اسرار؟ ده فايل قد كده تيجي نفتحه بس الوقت مش هيكفي. اسرار ايه؟